السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا أخواتي في فيديو جديد ونهار جديد على قناة كويزين أم يحيى. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم جيت نحضر معكم عسل منسم بالأعشاب اللي كيجي عسل رائع وعسل طبيعي، عسل مخدوم على اليد. كتعرفي أنك شنو كتاخدي. كنتمنى نتوما كتشاهدوا هاد لا فيديو هذا تكونوا في أفضل الأحوال وفي صحة جيدة إن شاء الله. واللي ما كيصدقش معاها العسل تبع الطريقه ولا فيديو الاخير باش هكا تحصل على واحد النتيجه اللي رائعه. لكن انت اختي ما مشتركاش في القناه ووصلتي لهنا اشتركي فضلا وليس امرا وفعلي الجرس باش توصلي بكل جديد، وما تنسونيش من لي لايك ديالكم والتعاليق المحفزه. ندوزو على بركه الله الطريقه ديال التحضير ديال العسل ديالنا. كما كنعرفوا العسل راه كنحتاجوا للسكر. عندي هنا واحد القالب ديال السكر، عندي طرو ديال الماء حامضه. بالنسبه للاعشاب انا هنا ما بغيتش نكثر بزاف باش ما تجيش نسمه ديال الاعشاب مره. هنا خديت شويه ديال الازير، شويه ديال النافع، شويه ديال الزعتر، واحد الحبات ديال القرنفل، حبه الباديانه وقرفه عواد. كناخذ داك الاعشاب كامله كنديرها هكا في واحد البونسمون كنجمعها. غناخذ داك القالب ديال السكر ديالي كنهرسو مزيان على هذا الشكل كما كتشاهدوا. الا كنا ما مزروبينش به كنخليوه نخويو عليه غير الماء وكنخليوه ليله كامله. كنا مزروبين به كنهرسوه كنديروا ليه الماء طايب وكنخليوه بما كيذوب لينا وكنستعملوه. هنا انا بعد ما هرستو خويت عليه الماء خليته واحد المده حتى بدا كيذوب ليا كما شفتوا. من بعد غندوز نخوي عليه نضيف ليه داك الاعشاب وغنقطع داك الحامضه لدوائر. غنلوحها حتى هي، غنلوح داك القطع ديال القرفه. بعد ما هرست داك العويدات ديال القرفه هكا درت حبه ديال الباديانه وغادي نشعل على الكوكوط ديالي النار مهيله واحد شويه، ومن بعد عاد كنسد عليها. بالنسبه للعسل ديالنا راه كنخليوه من بعد ما كنسدو على الكوكوط وكتبدا تصفر كنحسبوا عليها مده ديال 45 دقيقه من بعد التصفيره، وكنخليو العسل ديالنا حتى كيدوز داك المده ديال 45 دقيقه. من بعد كنحلو على الكوكوط. الا لقينا رغوه على هذا الشكل هكا كما كتشوفوا يعني راه غنزيدوا ليه واحد 10 دقائق الماكسيموم، ما بين 7 دقائق حتى 10 دقائق. والحامض حتى هو خصو يجيني معسل مزيان اولا كما كنقولوا مشمع. العسل ديالنا كيتشمع لينا والرغوه خصها تذهب تاخذ داك اللون الذهبي. هنا كنكونوا على حصلنا على العسل راه ناجح معانا ونقدروا نستعملوه وصافي. كنطفيو على البوطه ديالنا كنخليه كما شفتوا. هنا راه صافي وصل لذاك الغلايه اللي بغيت، وصل للنتيجه اللي بغيت نحصل عليها. بالنسبه للحامض ها هو راه تشمع ليا مزيان، الرغوه كذلك ولات داك اللون الذهبي. كنطفي على الكوكوط ديالتي. كناخذ الا بغيت ناخذ كتجربه ونشوف العسل القوام ديالو كيفاش داير كناخذو كنديرو في واحد الطباسيل كنخليه يبرد اولا نديروه في الفريغو غير واحد دقائق قليله. كنخرجوا الا لقينا العسل ديالنا بدا يختار لينا صافي راه داك العسل راه ناجح معانا. صافي من بعد ما ضفيت له انا هنا البوطه، هنا ضفيت له صافي راه حبس داك الرغوه ديالو وكلشي. كنطفي على البوطه وكنخليه حتى كيبرد. هذه هي النتيجه كما شفتوا معايا. انا راه درتو هنا في واحد الزليفه هكا باش نشوف وخليته حتى كيبرد يجي على هذا القوام هذا. بالنسبه للعسل ديالنا ما خصوش يكون جاري وما يكونش قاصح لينا، ما كيقصحش. من بعد ما كنطفيو عليه البوطه ما خصوش يقصح، خصو يبقى على هذه النتيجه هذه. كنهزوه بالمعلقه ولا شي حاجه وكنبقاو نقطرو ما تيهبط خيط واحد ما تيقطعش لينا. وبهذه الطريقه تنكونوا حضرنا العسل ديالنا منسم بالاعشاب. كما تنعرفوا الاعشاب راه فيها العديد من المنافع والفوائد وكتبقى صحيه، رغم ان العسل كما تنعرفوا راه كله سكر ماشي طبيعي ماشي صحي عفوا 100%. ولكن بعض المرات كنحتاجوا اننا نحضروا به المؤسلات ديالنا اولا نرافقوه مع حريشات مسمنات قرص. كما تنعرفوا المائده المغربيه تبارك الله راه ما كتخطاش من الخير. كنحتاجوا يعني لهاد العسيله هذه اللي تكون مصنوعه في المنزل. كتعرفي انك شنو دايره على يدك من غير الا كان العسل الحر كما كنعرفوا انه لا يعلى عليه. وفي هاد الوقيته هذه راه مابقيتيش تثقي في حتى شي حد يعني واخا العسل الحر ما كتعرفيش انه حر 100%.
هنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى انكم تبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة. وما تنساونيش كما تنقول دائما من لي لايك ديالكم والتعاليق المحفزة، لانها كتعطيني دافع قوي باش نزيد ونواصل مزيد من الافكار والوصفات. شكرا على المتابعة والى فيديو قادم ان شاء الله.